أنا محمد عندي 41 سنة، عندي صرع وراثي. رحت دكاترة كتير وخدت أدوية كتير وخدت علاج كتير. مفيهاش. رحت عملت زرع شعر. بسبب زرع الشعر جالي تشوهات في دماغي في فروة الشعر، وبتلبس كاب. حاسس ان مفيش حل. بس معايا جماعه اصحابي جربوا. دخلت على الفيسبوك، شفت فيديوهات حلوه جدا للاستاذ محمود. قلت اقول تجربتي عشان محدش يعاني من اللي انا عانيته. محدش يحصل له تشوهات زي اللي حصلت لي بسبب زراعه الشعر. خير يا جماعه، احنا النهارده معانا الاستاذ وليد. اوكي، هنعمل تركيب شبكيه. هو استاذ محمد، سوري انا اسف، معلش محمد. كان عامل زراعه قبل كده، والزراعه ناتج عنها تشوهات في فروه الراس، فاحنا هنحاول نداري الكلام ده كله. هنعمل تركيب، بس انا عايز قبل ما ابتدي التركيب هعمل يا جماعه كويك بريفنج، يعني شرح مفصل كده لكل الخامات، لان دايما العملاء بتسالنا ايه الفرق بين الشيد وبين الشبكيه. اوكي، احنا عندنا مثلا هنا دي الشبكيه هي عباره، هي الفكره كلها اصلا عباره ان احنا بنشتغل على شبكيه شفافه تماما. الشبكيه دي بتسمح بوصول ميه، هواء، شمس، مفيش اي مشكله. النوتنج بتاعها بيبقى سنجل نوتنج على اساس ان هو يديك شكل طبيعي. اوكي، الفرق بين الخامات، احنا عندنا خامتين اللي موجودين عندنا، الشبكيه كويس والشيد. الشبكيه اهيت، اوكي، دي الشبكيه وده الشيد. دي خامه لسه جديده، احنا بننفرد بيها في مصر، مش موجوده عند اي حد خالص. خامه جميله سهله جدا في التعامل بتاعها، ما بيستعملهاش دبل. الدبل ده اللي هو الدبل فيس ده. اوكي، الدبل فيس ده بيتحط مع الشبكيه، بيبقى من ناحيتين على اساس ان انا اقدر اثبتها على الجلد واقدر اثبتها على القطعه نفسها. في الشيت ما بنركبش اي دبل خالص، ما بنستعملش دبل تماما، هو الليكويد فقط. الليكويد ده عباره عن الترا هولد او نو تيب. اوكي، الاثنين دول ووتر بروف، تقدر تستحمى، تقدر تمارس حياتك طبيعي جدا، ما بيفكوش خالص غير بالسولفن اللي هو المزيل بتاعهم. عمليه التجديد دي بتبقى شهريه. اوكي، هنبتدي دلوقتي مع الاستاذ محمد هنا. حلو، كويس. عايزين نحط حاجه مكانها. ادي القطعه اللي احنا هنركبها يا استاذ محمد، دي الشبكيه، وهي معروفه هنا في مصر بالمثلثات. الخامه دي انا ما بحبذهاش شخصيا، لان بيبقى في مشكله ان السنون بتاعه المثلثات دي مجرد ما الكثافه بتخف بتظهر. انا بفضل الخامات اللي هي ما بقاش فيها اي مثلثات قدام، زي مثلا الشبكيه دي، بس بتبقى جميله جدا جدا جدا، مفيش اي مثلثات خالص. تمام. اوكي، هنبتدي دلوقتي التركيب. احنا بنثبت الدبل بس داير ما يدور على القطعه، وبنستعمل معاها الليكويد، وبنثبتها في الجزء الفاضي بس. احنا ما بنثبتش على الشعر الموجود. الشعر الموجود ده ما بيأثرش باي حاجه خالص من التركيب اللي احنا بنعمله. بيبقى شكلها كمان في الاول، اول ما بنيجي نعملها بيبقى صعب جدا، لان بتبقى طويله جدا، مش مترتبه، مش مدموجه مع الشعر اللي حواليها. بس احنا كده بنشيل الدبل اللي هنا ده الاول. دي لازم نضيف الليكويد، اوكي، مع الدبل. فده يا جماعه اللي احنا بنحكي فيه، ان ميزه النوتيب الشيت سوري افضل بكتير، لان انا ما بستعملوش الدبل خالص. الدبل ده بيبقى فيه مشكله كمان يا استاذ محمد، ان هو من الحراره بيسيح. بس مش معنى كده ان هو بيسيح بيبوظ او يبوظ الدنيا، لا، هو بيبقى صعب جدا جدا في تنظيفه. غير الشيت مثلا بدل ما هتاخد فيها 10 دقايق ربع ساعه في تنظيفها، لا، الشبكيه ممكن تقعد نص ساعه، ساعه الا ربع مثلا. وبنتحكم يا جماعه في الجنين، بنحاول نخلي الجنين دايما يعني مش اقل من 3 صوابع، يبقى جميل جدا عشان يدي الشكل الطبيعي، ما تبقاش حاجه اوفر. هنا يا جماعه احنا ثبتنا اهوت، وهنبتدي بقى نقصها. عايزين ندمجها كلها مع بعض، بندمج الشعر كله في بعض عن طريق القص كله. كاميرا هنا، لو تيجي تقرب شويه الكاميرا هنا، بصوا يا جماعه فرق الجلد باين ازاي، النوتنج من قدام بصوا عامل ازاي،
يبقى سنجل نوتنج، شعرايه شعرايه، حاجه شكلها يعني خيالي. ماشي، هنبتدي بقى دلوقتي نقصها ونظبط كل حاجه، نخليها كلها ميه واحده مع بعض. الشعر ده طبيعي، بيقبل صبغه، بيقبل ميه، بيقبل سشوار، تقدر تحط جل كل يوم، مفيش اي مشكله خالص. نبتدي بقى نبني زي ما انتم شايفين كده، الشعر بندخله في بعض على اساس ما يبانش اي فرق خالص بينه وبين الشعر الطبيعي القديم. اوكي، خلاص يا جماعه احنا كده نعتبر بنفنش اهو، خلصنا كل حاجه، مفيش بس غير القص اللي قدامي. والفكرة يا جماعة برضو احنا بنشتغل حريمي، لأن في ناس كتير جدا عشان مفيش حريمي بيرضوا يصوروا ففاكريننا رجالي، بس احنا بنشتغل حريمي كمان، بنعمل قصص أو فول كابس، يعني بيبقى في حلول للراس كلها كاملة للسيدات. كويس. في فيديوهات على الصفحة بس مش كتير، لأن احنا بنواجه صعوبة جامدة جدا إن حد يقبل إن هو يتصور في الحريمي، فاهمين؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه ابتدت ايه شكلها يختلف تماما، ابتدى الشعر يجي كله في بعض وما يبانش اي فرق. كويس. هي اول ما بنركبها بس يبقى شكلها مخيف شويه صراحه، بس بعد كده خلاص بقى. هي اهم حاجه كلها الدمج اللي بيبقى في الجناب وورا، زي ما انتم شايفين هنا كده الشعر في الجناب مفيش اي فرق بينه خالص وبين اللي ورا. بصوا يا جماعه النوتنج قدام بيبقى عامل ازاي، الغزل بتاعها بيبقى شعرايه شعرايه على اساس ما يبانش اي فرق خالص، كانها المنبت بتاعها الطبيعي وبتتعمل راندوم عشوائيه، الغرز بتاعتها اللي قدام. الكثافات بقى يا جماعه احنا بنقدر نتحكم فيها وبنقدر نقصرها زي ما احنا عايزين. يعني هنا استاذ محمد حابب ان هو يبقى طول شعره طويل، عايز حاجه جديده، عايز حاجه كويسه. في ناس ما بتبقاش حابه الطول ده، ما بتبقاش حابه الكثافه دي، كل ده احنا بنقدر نتحكم فيه وبنقصره وبنعمله زي ما احنا عايزين. هي اهم حاجه بس طالما ان الدمج بتاعها في الجناب تمام مفيش اي مشكله خلاص. ايه رايك يا استاذ محمد؟ تمام تمام الحمد لله. ان شاء الله يكون نوم عاجل حضرتك يا استاذ محمد. الكاميرا لو تيجي هنا كده يا ريت بعد اذنك تقرب شويه الكاميرا هنا. بصوا يا جماعه الفرق عامل ازاي، عايز المنبت ده هنا بعد اذنك. بصوا المنبت بتاعها يا جماعه عامل ازاي، هنا الشعر شعره شعره. بفرق هنا، بصوا الجلد اهوت، افرق زي ما انا عايز الفرق بتاعها. تعالوا بص هنا الجناب، مفيش اي فرق خالص يا جماعه بينها وبين الشعر الطبيعي اهوت، مع ان الشعر ده كمان قصير، يعني الشعر ده لو طويل شويه كمان هيبقى المنظر حاجه تانية خالص يا جماعه.